كان الشيخ محمد متولي الشعراوي واحدا من أعظم العلماء والمفسرين للقرآن الكريم في العصر الحديث. ولد في عام 1911 في قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية بمصر، وبدأ منذ صغره في حفظ القرآن الكريم حتى أتمه وهو في سن 11. كان للشعراوي قدرة فريدة على تفسير آيات القرآن بلغة بسيطة تصل إلى القلب والعقل معا، مما جعل حلقاته التي كان يقدمها على التلفاز والإذاعة منارة يهتدي بها المسلمون في العالم العربي والإسلامي بأسره. كانت لقاءاته تحمل حبا للإسلام وتبسيطا للتعليم دون تعقيد أو غموض. انطلق الشيخ الشعراوي في رحلته العلمية من الأزهر الشريف، حيث قدم هناك علمه إلى آلاف الطلاب. كان يؤمن بأن الدعوة لا يجب أن تقتصر على المسجد فقط، بل يجب أن تمتد إلى كل مكان. كان ينصح دائما بضرورة الاستزادة من العلم وتحصيل الفهم الصحيح للدين حتى يكون المسلم على يقين في عباداته ومعاملاته. كما كان رحمه الله يهتم بالشباب، وكان يعتبرهم عماد الأمة ومستقبل الإسلام. لذا كان دائم التواصل معهم ليغرس في نفوسهم حب الدين والتعبد بحماس. وكان يحب أن يوضح لهم أن الدين الإسلامي هو دين اليسر والسهولة. ومع كل علمه وبراعته في الشرح والتفسير، كان متواضعا كريم الروح، لا يرد حالة الاستفسار بالامتعاض أو التأفف، بل بروح الأب والمربي يجتهد في توضيح كل ما يراه الشباب من غموض في أمور دينهم. كانت حياة الشيخ الشعراوي درسا في الإخلاص والنية الحسنة، وترك أثرا لا يمحى في قلوب الملايين من المسلمين حول العالم. وفاته جاءت كفقد شديد للعلم والعلماء، غير أنه ترك إرثا من العطاء والفقه العالي. المغزى من حياته أن العلم الحقيقي هو الذي ينير بصيرة الإنسان ويجعله أقرب إلى الله وينير درب الإنسانية بالخير.